تعمل ايه من فرحك؟ بلاش القاعة ام 50,000 جنيه ولا ام 10,000 جنيه علشان بس خاطر الناس تيجي تشوف دي ودي وتمشي. بلاش القاعة ام 50,000 جنيه ولا ام 10,000 جنيه عشان بس خاطر الناس تيجي تتريق على دي ودي وتمشي. بلاش لما تتجوزي موضوع انك تفتحي دلابك لحد وتفرجيهم على لبسي علشان هم جايين يباركولكوا، مش داخلين معرض مابوليا. والله بنت خالتك او بنت عمتك او بنت عمك جالها شبكة بكذا وماله، انت مش اقل منها، بس انت مش هتتجوزي الشبكة حضرتك. كفاية عليك واحد يراعي ربنا فيك ويتقي الله، علشان لما تبقى مخنوقه الشبكه مش هتطبطب عليك. والله مش هتقعدي تبص للغوشه كده وتتكلمي معاها مثلا. وسيبك من ال 15 بيجامه وال 24 مشجره وال 150 عدايه، لانه مش بنك الكساء. هات اللبس اللي بتحبيه ويريحك حتى لو بيجامه واحده، ومش لازم فلانه لمجرد انك هتبقى احسن منها، لا انت في الحقيقه احسن منها، بس رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. وسيبك من الاوضه اللي من اخشاب السفان اللي موجوده في الغابات الاستوائيه العتيقه دي اللي مطليه بماء الدهب، لانه لو سرير عادي وهتنام عليه وانت نفسيتك مرتاحه ومش معيطه كل يوم، ده بالدنيا كلها والله. ومش لازم شقه مليون الف متر وخمس اوض و7 ريسبشن و5 مطبخ و16 بلكونه، علشان اي مكان هيجمعك باللي اخترتيه سوا هيبقى جنه والله. لان بعد الفرح كل الناس هتمشي وانتوا الاتنين اللي هتكملوا حياتكم مع بعض. واختاروا اللي يريحكم، لان دي حياتكم انتوا، علشان لما تتخانقوا مع بعض لا الذهب ولا طقم الطاسات هما اللي هيرجعوكم لبعض. حبكم وتفهمكم وتقديركم لبعض هو اللي مهما بعدتوا هو اللي هيرجعكم لبعض. فبلاش مقارنات ارجوكوا، وسيبوا الناس تجيب اللي على قد ظروفها واللي يريحها واللي هتستخدمه بس. ويا ريت يعني بلاش تدخلات في حياة الناس، وربنا يفرح قلوبكم. واخيرا بلاش تحملوا الناس فوق طاقتها، كفايه اللي هي فيه. خليكم ساندين بعض علشان الدنيا تمشي.